لازم نعترف إنه كان عمل محبط جدا، حتى على الأقل بالنسبة ليا، كون إني اخترته من ضمن الأعمال اللي هتتشاف في رمضان السنة دي، وكانت أول حلقة كفيلة بإني آخد الانطباع ده. حسيت إني هشوف عمل متكرر شفته قبل كده كتير جدا. كمان ميكي حسيت إنه ما بيمثلش، هي دي شخصيته الحقيقية، وهو بنى عليها قصة هو شافها إنها مختلفة وهتجيب مع الناس. كون إنه ما بيتكلمش زيهم يعني، فظهر إنسان بعيد حتى عن الحارة الشعبية اللي نعرفها. والغاوي مش هو لوحده اللي كان محبط، وتقدر تضم معاه مسلسل للأسف ضاع في وسط الزحمة، لكن ممكن أديله فرصة تانية بس بعد العيد. هنا أنا بتكلم بالتأكيد عن النص، هنديله فرصة بعد الإشادات اللي خدها من النقاد ومن الناس القليلة اللي تابعته. المسلسلين اللي سالف ذكرهم ضاعوا في وسط الزحمة لصالح أعمال نجحت جدا وعلمت مع الناس والنقاد. هنا أنا بتكلم بالتأكيد عن مسلسلين جمال جدا اتعرضوا في النص الأول من الشهر الكريم، واحد كان كوميدي صرف والتاني درامي جميل جدا. مسلسل درامي جميل جدا بشخصياته المرسومة بعناية شديدة، ولكن إذا كنا بنتكلم عن النص الأول فغصب عننا بيجي في بالنا على طول عمل تالت يبان إنه مستواه أقل بشوية، ولكنه شد الناس جدا بأحداثه وبأبطاله الشباب، وبنجم مخضرم بان ثقله على الشاشة. وأنا هنا بشوف إن الحبكة والقصة كانت أهم بكتير، والمؤلف إذا كان قصدها يعني يكون صايع قوي. ولاد الشمس تقدر تقول إن المسألة كانت أبعد بكتير من دار أيتام، وأبعد من ناس عاشت فيه، وأبعد من راجل مستبد ظالم على وش أب حنون. يمكن السيناريو كان قليل شوية قصاد مسلسل أحداثه حلوة ورومانسية، وإن كانت بتحمل شيء غير منطقي وخيالي حبتين. مش سهل إنك تقبل بست عندها مشاكل شوية قصاد مجتمع محافظ جدا، وتكون نهايته في منتهى الجمال والمثالية. بس يمكن الناس اتشدت أكتر للشخصيات والقصص التانية، الخال الضعيف وصاحبه العاشق اللي مطلش. وأكيد بنقف عند المعلم أسعد الغيور جدا، وأنا شايف إن المخرج أضاف أبعاد شريرة للشخصية دي عشان يتسنى لنا كرهها بوضوح. قلبي ومفتاحه بالنسبة لناس كتير أهم عمل درامي في النص الأول، لكني ممكن أغرد بره السرب ده وأقول إن أشغال شقة جدا هو أهمها على الإطلاق وأفضلها بالتأكيد. مفيش حلقة جلد، مفيش حلقة مفيهاش صريخ ضحك. المستوى فيه كان عالي جدا سواء في الكتابة أو في الإخراج أو حتى في التمثيل الكوميدي اللي فيه. هشام ماجد دكتور المشرحة صاحب الحظ السيء اللي مش عارف يحل قضية واحدة، وصد ده كله بيعاني من شطحات مراته من ناحية، ومن مواقف بيوقعوا فيها المساعد بتاعه من ناحية تانية، ومن تحكمات والدته اللي بتعيش معاه في نفس البيت في الآخر. كل الحاجات دي خلقت حالة عامة وجو لطيف في المسلسل، وبقى تناوب الشغالات في كل حلقتين ما بقاش هو الحدث الأهم. أشغال شقة جدا هو أفضل مسلسل في النص الأول بكل تأكيد، وبفارق مش بسيط عن كل اللي حواليه اللي عدوا زي النسمة، والواحد ممكن يكون شافهم أو بيتابعهم من باب التسلية والتشويق. هنا أنا بتكلم عن المسلسلات الكلاسيكية 30 حلقة، أنا وإنت عارفين إنهم أقل بكتير من المسلسلات 15. إحنا بنشوفهم من باب حرق الوقت وتضييعه، فالمط والتطويل بيعتبروا سمة أساسية في التمثيليات اللي زي دي. أنا إيه ذنبي أسمع واحدة بتعيد وتزيد في الكلام، أو إني أسمع واحد مركب ميكروفون في بقه وكل زعيق والتاني ضرب بالشلاليت؟ وإيه ذنبي إني أشوف قصة انتقام تقليدية جدا اتهرست في 70 مسلسل، وكوميديان كل ما بنشوفه بنزعل عليه بحقه حقيقي؟ بس اهي الناس بتتسلى وبتتفرج على عمل ميلودرامي أحداثه مكتوبة كويس قصاد مسلسل تاني فيه توهان وفوضى ومن نفس المخرج والمؤلف. فصاحبنا لما يشوف ده بيعتبره نجاح كبير، وإنه أهم واحد في كوكب الأرض، قبل ما يجيله كده شيء غريب مش مفهوم ويعلن عن مفاجأة اعتزاله، وياخد بعضه هو والنجمة على أقرب سفينة في أهم مشهد درامي حصل السنة دي، متفوقا بجدارة واستحقاق عن مشاهد كتير حصلت جوه دراما. مسلسلات 30 حلقة مكملة معانا للآخر، وبتيجي عليها مسلسلات جديدة، بس الفرق هنا إن الكوميديا بتختفي والدراما بتظهر بمظهرها الحاد والجاد جدا. ونشوف مع بعض 3 مسلسلات بيقولولنا حاجات مهمة جدا، حاجات مهمة تلمس الواقع المؤلم بتاعنا. أولهم عن ظاهرة انتشرت وسط الشباب خطر جدا تضيع مستقبلهم وتبوظ تفكيرهم، يمكن زي المخدرات ويمكن أكتر كمان.
تاني مسلسل عن حياة أهالينا اللي في الأرياف والتقاليد اللي بتتحكم فيهم، ومشهد التحكيم المشهور جدا، كل ده في وسط قصة الست المقهورة والمغلوبة على أمرها واللي بتتمرد بس محدش عارف ايه اللي هيحصل لها في الآخر. أداءات تمثيلية جبارة من كل الناس هنا، بس يمكن الجو آتم حبتين والواحد مش قادر يتابعه قصاد المسلسل التالت وهو أهم مسلسل في الموسم الرمضاني كله. فريق عمل زيزي والهرشة السبع بيرجعوا لنا بعمل صادم جدا عن التحرش بشكل عام، فانت هنا بتشوف مستوى عالي وقضية خطيرة، يعني المعادلة بتتحقق. وانا في اعتقادي الشخصي انه لما يخلص ان شاء الله هيعلم مع الناس لسنين طويلة، وان محمد شاهين الفنان الموهوب جدا هتبقى عنده مشكلة كبيرة في السنين اللي جاية في اختيار أعماله. وأنا في رأيي الشخصي إنه أحسن ممثل السنة دي، وإنه تفوق على دياب وعلى محمود حميدة وعلى حتى فتحي عبد الوهاب في أدوار الشر. بنقف عند شاهين بالتأكيد، وبنقف عند الأطفال اللي قبلوا يعملوا أدوار زي دي، وبنشوف إنه سلاح ذو حدين، لأنه على قد التألق على قد الأثر اللي هيتساب عند الطفل الموهوب جدا اللي مثل الطفل يوسف، حتى ولو جابوله 10 أخصائيين نفسيين ووزارة السكان كلها والمجلس القومي لحقوق المرأة والطفل بحاله. يعني المسلسل المشوق ده زي المسلسلات التانية مكملة معانا لحد أول يوم العيد، ده لو الحسابات الفلكية صدقت والعيد بقى لحد يعني. ومن هنا نقدر نقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ده كان فيديو بسيط عن المسلسلات المهمة اللي كانت في رمضان السنة دي، على أمل إننا نلتقي السنة الجاية على خير بإذن الله. عيد سعيد عليكم، وآسف على الإطالة.